واحمد توفيق. بعض المديرين الفنيين كده بتميل ان هي ما تدفعش بكل اوراقها الرابحه من البدايه، لازم يخلي ورقه ولا ورقتين جنبه على الدكه. ادي التصويبه، جول 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 جول. عبد الله الشحات، عبد الله السعيد عفوا، يطلق صاروخ اعزائي المشاهدين في الدقيقه 20 من زمن الشوط الاول. مباغت مفاجاه عبد الله السعيد وصاروخ في الدقيقه 20 تسكن الزاويه اليسرى لعبد الواحد السيد. ادي ماركو ووتا، مش بقول لحضراتكم هذا اللقاء يمثل ضوء النجاه. ادي جودوين وادي عبد الله السعيد، صاروخ على الشمال عبد الواحد السيد ما كانش متوقعها عبد الواحد. صاروخ في المقص الشمال رايح بايده اليمين لكن ما قدرش يلحقها، ويتقدم الاسماعيلي بهدف رائع اعزائي المشاهدين في الدقيقه 20 على علي. اسماعيلي كل لعيبته في منتصف ملعبهم، شوفوا جودوين فين على دايره السنتر، مقفل تماما المساحات. وهوبا جول 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 شيكابالا، جول جول جول، هدف التعادل. لسه بقول لحضراتكم شيكابالا خارج لوجيه عشان يقول ما تزعلش يا وجيه، ظروف المباراه هي اللي حكمت. ادي شيكابالا والاحساس العالي بيلعب الزمالك وجيه عبد العظيم اللي هو خارج. قلت لحضراتكم الظروف مش مساعده عشان يثبت وجوده مع جماهير الزمالك. وادي المقصوره الرئيسيه والفرحه الكبيره لجمهور الزمالك. ادي حسام حسن يتنفس الصعداء، ادي شيكابالا، شيكا مهاره، شيكا حلاوه زي ما انا بقول دايما. استقبال طيب جدا، عدى كويس، دخل في العمق، صوب رائع جدا جدا على يمين محمد صبحي. شوفوا الاستلام، شوفوا المهاره، شوفوا المراوغه، شوفوا التصويب. اكثر من خصائص ركنيه من ناحيه اليمين للزمالك ولا من الشمال، ده عفوا من الشمال على علي. يرجع تاني ابراهيم صلاح داخل منطقه الجزاء، ما فيهاش ولا رايه ولا صفاره. ممكن جول 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 جول، والهدف الثاني للزمالك. هوبا جوه جول احمد جعفر. بقول لحضراتكم النار الزمالك، احمد جعفر يحرز هدف الزمالك الثاني في الدقيقه 43. هذه الكره داخل منطقه الجزاء، وادي جماهير الزمالك بالاعلام البيضاء ترتفع فيها المدرجات. ده هدف ثاني لاحمد جعفر. هذه الفرحه، هذه الفرحه والابتسامه، هذه الفرحه والابتسامه في المقصوره الراسيه. ده هدف ثاني هنشوفه في الاعاده. هذه التصويبه، هذه احمد جعفر، لحظه خروج محمد صبحي يحطها، ما فيهاش ولا رايه ولا صفاره. اللاعب رقم 23 هينزل وهيخرج جودوين يترا. اللاعب احمد علي، احمد علي تبديل هجومي، خطا لصالح نادي الاسماعيلي. هوبا عبد الواحد السيد والتعادل. لسه نازل، لسه نازل يا ابن فوتا، لسه نازل. اول لمسه، اول همسه، اول غمزه احمد علي. بقول لك هو ده الرزق اللي من عند ربك بقى. اوعى اوعى تعرف رزقك فين. حطه على مقاعد البدلاء، واول فولو واول متابعه الاسماعيلي يعدي الاوتار ويرجع للقاء من جديد. اذا احمد علي الورقه الذهبيه ده ولا جده، ده ولا جده في الامم الافريقيه. احمد علي، احمد علي شوف نازل منين، هرب منين، هرب 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 وجه على طول، مفيش اوفسايد خالص، لا تحسين ابو السادات ولا حتى مين يقدر يرفع الرايه. شوف الاسماعيلي والمتابعه، وشوف احمد علي اللاعب اللي لسه بيدفع بيه ماركو فوتا يتعادل لنادي الاسماعيلي عشان يخلينا مع حضراتكم ننتظر ونتشوق بمتعه المباراه في الوقت المتبقي من هذا اللقاء. المساعد الثاني على طول يمشي للزمالك، هوبا الثالث في نفسه الزمالك يتقدم ومحمد ابراهيم يضغط، والمعتصم سالم هو من كلف الاسماعيلي هدف ثالث. اذا اللقاء يرجع من جديد
والزمالك يتقدم بالمزيد ويسجل هدف ثالث، حديد على حديد. الزمالك يرجع للكلاسيكو الجميل والجديد. 3-2 3-2 جت من عند شيكو ملك الكلاسيكو، ثم على طول يتوغل ويبتكر. بص تشوف شيكابالا، بص تشوف قدم الذهبيه، بينما هنا تمركز دفاعي وخطا كبير، ومفيش هيرموني ما بين فتحي او صبحي في الحراسه وما بين الحارس الكبير محمد فتحي والمعتصم سالم. اذا بالنيران الصديقه وبالاقدام الحميمه يسجل بالخطأ في مرمى نادي الاسماعيلي ليعطي اهميه كبيره. اهميه الكلام اللي قلت لحضراتكم عليه ان اللقاء صعب.